5 أكتوبر الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. محطة البنزين الشهيرة اللي موجودة طبعا في الدقي تحت كوبري عشان محدش ممكن يبقى عارفها. ودي أعداد العربيات اللي موجودة في محطة البنزين عشان نعرف بس في أزمة في البنزين ولا لأ. الأربع حارات، ادي حارة الثانية والثالثة والرابعة. في أعداد الانتظار. وزارة البترول بتقول ان مفيش اي ازمة. ده المشهد لحضراتكم من الخلف. مركزين جدا جدا على الكاميرا لان هي بامكانيات ضئيلة جدا. كل ده لسه جوه محطة البنزين، بفرجها لكم اهي عشان الناس تبقى مستمتعة بكلام الوزارة، وزارة البترول، ان الازمة غير موجودة، ان ازمة البنزين منتهية. كده احنا بره محطة البنزين، وده طقم الانتظار اهو. قيس على كده بقى، ده المنظر من بره. ايوه بقالنا ساعة واقفين بقالنا ساعة واقفين بنزين، بقالنا ساعة واقفين على البنزين. طب هو دلوقتي الوزارة يعني وزارة البترول بتقول ان الازمة بتاعت البنزين منتهية تماما. لا ومفيش اي مشكلات. لا، ازمة زمنية واوسخ من الاول كمان. تمام. يعني الكلام مش صحيح. اتفضل خش وانا اكمل معاك. اتفضل. ده حد من سواقين التاكسيات. بقالنا ساعة واقفين. اصل انا بصور بس الناس عشان الناس تبقى شايفة ان في حوالي مثلا ما يقل عن 100 سيارة في ما قدامك، كنت مصور قدامك اهو. طيب. بقالنا ساعة واقفين. الكلام ده يعني كل يوم على كده. كل يوم على كده. وكل محطة بنزين بالشكل ده. أكيد البنزينات مفيش تباديل. يعني حضرتك معدي بالصدفة على محطة البنزين دي؟ لفيت على كذا بنزين مفيش. فين وفين يا فندم؟ ولفيت في الجيزة، ولفيت في شارع مراد، ولفيت عند سيد وكل ده كده بالصدفة كده. ومفيش أي محطة. اتفضل خش بس. طيب تحب حضرتك توصل رسالة لأي حد أو أي حد مسؤول أو في وزارة البترول؟ هم يتهدوا ضمير بس، يعملوا ضميرهم بس، يعملوا ضميرهم ويخليهم كويسين. أشكرك. حضرتك تحب تعلق بأي حاجة تاني؟ ولا أي حاجة. أشكرك. شكرا. زي ما حضراتكم شفتوا كده